السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب القلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. فيديو النهاردة هيكون هدية مني ليك. ليه بقى؟ لان انا النهاردة جايب لك ازاي تصور باعلى كواليتي ممكنة. مش هقول لك اشترك في القناة ولا تعمل لي لايك، بس هأمنك امانة اذا استفدت فعلا من الفيديو ده فياريت ما تبخلش عليا باشتراك في القناة وتشير الفيديو ده لاكبر عدد من صحابك عشان الكل يستفاد. هطول عليكم في المقدمة، يلا صلي معايا على الحبيب كده ويلا نخش في الشرح على طول. طيب قبل ما تصور وقبل ما تعمل اي حاجه لازم تتاكد ان انت بتصور باعلى كواليتي موجوده عندك في اللعبه نفسها. طيب الفيديو بتاع النهارده انا عايز اطلع باعلى كواليتي في اللوبي. اعمل ايه؟ اخش على الرسومات بتاعه اللعبه واعملها اعلى حاجه اللي هي الترا اتش دي اعلى حاجه عندي. ركز بقى معايا في التركه اللي جايه دي عشان هنا الشغل كله. بص يا صديقي، انت دلوقتي عايز تصور فيديو في اللوبي عادي جدا، تحط عليه ميوزك مثلا وبتاع والدنيا تبقى جميله معاك. طيب بص يا معلم، هتفتح المخزون بتاعك وهتجيب على اخطيه الراس بحيث ان اللعبه تعمل زوم لوحدها والصوره معاك ما تبكسلش، لان انت لو جربت تعمل زوم باستخدام اي برنامج الصوره هتلاقيها بكسلت معاك والكواليتي هتبقى وحشه. فكده انت عملت زوم على وش اللاعب بتاعك من غير ما تخسر 1% كواليتي. ولو عايز تعمل رقصة تبينها في الفيديو فانت ممكن مثلا ترقص الرقصة وترجع تاني على اخطية الراس بسرعة بحيث ان اللعبة تعمل زوم على وش اللاعب بتاعك. وهنا برضو جربنا رقصة تاني وزي ما انتم ما شايفين احنا عاملين زوم على وش اللاعب بتاعنا من غير ما نخسر اي كواليتي والرقصة شكلها لذيذ. تعالوا بقى نشوف ايه الجزء اللي بعد كده. والبرنامج اللي احنا هنستخدمه النهارده عشان نطلع اعلى كواليتي ممكنه هو برنامج الVN. تقدر تحمله من اي مكان لو انت اندرويد او لو ابل، فتقدر تحمله بسهوله جدا من المتجر بتاعك. كده فتحنا برنامج الVN وضفنا الفيديو اللي احنا صورناه من شويه وقصينا الحتت اللي ملهاش لازمه اللي احنا مش عايزينها في الفيديو. وبعد كده هندوس فوق خالص في النص وهنختار علامه التيك توك دي اللي هي 916. وبعد كده هندوس على كلمة كروب اللي تحت خالص وبعد كده هنقصها على التيك توك برضو وهنختار المكان او الجزئية اللي احنا عايزينها وبس اللي هي وش اللاعب طبعا. وبعد كده هندوس على كلمة فلتر وندوس على كلمة adjust ونعمل الارقام دي زي ما انا معملها بالظبط. الاكسبوجر هنعملها -7 والكونتراست اللي جنبها على طول هنعملها +30. وبعد كده هنروح على الساتيوريشن هنعملها +40. وبعد كده اللي جنبها الفايبرنس هنعملها +30. وبعد كده هنروح على الشاربن هنعملها +20. هنفوت كل دول، ايوه الشاربن اهي هنعملها +20. وبعد كده هنروح على الهايلايتس هنعملها +45. الارقام دي هتعملها زي ما انا معملها كده بالظبط. بس وبكده الفيديو بقى جاهز معاك ان انت تنشره على طول. ولو عايز تعمل زوم على وش اللاعب اكتر تقدر تدوس تعمل فلاج على المنطقة اللي انت عايز تعملها. زي ما انتم ما شايفين بتيجوا على المكان اللي انت عايزين تعملوا فيه زوم وبتدوسوا كي فريم وبعد كده بايديكوا كده على الشاشة بتعملوا زوم بصوابعكم زي كأنك بتعمل زوم على صورة كده بالظبط. وبعد كده بتعمل كي فريم برضو زي ما انتم ما شايفين وهكذا بقى لحد ما تعمل الزوم اللي انت عايزه على وش اللاعب زي ما انت ما شايف بالشكل ده. وزي ما انت ما شايف الكواليتي جميلة جدا ومش هتبكسل معاك نهائي. وبكده اكون خلصت الفيديو بتاعي وجاهز خلاص على النشر على طول، فهعمل له اكسبورت او استخراج. طبعا الكواليتي انا منصحكش تعملها اعلى من 1080 والاف بي اس اللي تحت 60 والبيت ريت هنعملها على اعلى حاجه وبس. كده نعمل استخراج للفيديو وكده الفيديو بتاعك جاهز على النشر على طول باعلى كواليتي ممكن. وده الشكل النهائي للفيديو بتاعنا اللي احنا لسه عاملينه مع بعض. زي ما انتم ما شايفين ما شاء الله الكواليتي ما فيهاش ولا غلطه، ما فيش بكسله نهائي على وش اللاعب. زي ما انتم ما شايفين بعمل زوم على وش اللاعب اهو مفيش اي بكسله، تحس ان الصوره نقيه جدا وما فيهاش اي بكسله نهائي. عندكم اي سؤال بخصوص الفيديو او بخصوص المونتاج او بخصوص VN او اي برنامج تاني بتستخدموه يا ريت تكتبوها لي في التعليقات. بتشاركني رايك في الفيديو ده، قول لي اذا كان عاجبك واستفدت منه ولا لا، برضو اكتب لي في التعليقات. يا ريت اذا استفدت من فيديو النهارده ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تستناني في كل الشروحات والفيديوهات الجايه باذن الله. يا ريت تعمل لي لايك اذا عجبك الفيديو ده وتشاركه مع صحابك عشان الكل يستفاد. زي ما انتم ما شايفين القناه لسه جديده وحلمي ان انا اوصلها 10000 متابع في اسرع وقت ممكن وبيكم ان شاء الله هوصل. معاكم اخوكم ابراهيم الشهير بكينج هيما، اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.